اذا متابعينا الكرام تعقلوا على هذه الصوره ديال شنو قريحه، وهو يتفقد قال لك سيدي الجرحى ديال هذوك الضحايا ديال الحافله التي سقطت في واد الحراج مياه الصرف الصحي. وكانوا مشاو تحدثوا مع السائق ديال الشاحنه، الحافله عفوا ليست الشاحنه، وانا ذاك قال لهم بانه دي السبب ديال السقوط ديال الحافله، وهو ان الطريق فيها الحفاري وهذاك السياج كان راشي، والحافله المكابح ديالها ولا شي حاجه في الموتور، ولا مهم الحافله وقع فيها خلل فني، فاذا بها كتضرب في هذيك الحفره وكطيح على الجنبات ديال يعني القنطره، ولا يعني هذاك الجسر الصغير، فاذا بها تسقط في الواد ديال الحراش اللي هو في الاساس واد ديال مياه الصرف الصحي. فكان شنو قريحه مشى وتلاقى مع هذاك، كان مشى كيتصور ماشي تلاقى، مشى كيتصور مع السائق ديال الحافله. وانا اقسم بالله علي العظيم في اللحظه اللي عرفت فيها، او في اللحظه اللي سمعت فيها الخبر ديال انهم غادي يدخلوا هذاك السائق ديال الحافله للسجن، مازال مساله تحقيق، ما كاين محاكمه، ما كاين قرينه البراءه، ما كاين تفاصيل ديال شنو وقع، ما كاين والو، مباشره دخلوه للحبس. تما عرفت بانهم غادي يقتلوه، وبالفعل البارح مات هذاك السائق ديال الحافله، البارح قتلوه في السجن، قتلوه وهو في السجن. علاش قتلوه؟ لكي لا يحرج نظام حضاره الجزائر اكثر. علاش؟ تعقلوا في يعني في الوقت اللي كانت وقعت فيه هاد المصيبه الكحله في زريبه الجزائر، فاش طاحت الحافله، كانت قناه الشروق وقناه البلاد اعتقد، وهما قناتين تابعتين للمخابرات الجزائريه، مشاو داروا استجواب مع السائق ديال الشاحنه، عفوا الحافله ماشي الشاحنه، عرفت الشاحنه منين كتجي، السائق ديال الحافله. والسائق ديال الحافله قال لهم في الحوار بانه راه وقع خلل في الحافله، وكانوا الحفاري، والمسألة متعلقة بالأساس ليس بخطأ بشري وإنما بخطأ تقني وضعف البنية التحتية. شنو دار النظام ديال حضارة الجزائر؟ فاش حينما أذيع هذاك الاستجواب، مشاو وقفوا قناة الشروق والبلاد 48 ساعة، مباشرة بعد ذلك بساعات قليلة فقط غادي يعلنوا إدخال السائق ديال الحافلة إلى السجن مباشرة. ما حكموه، ما داروا جلسات ديال المحاكمة، ما داروا تحقيق، ما داروا تحقيق ميداني يشوفوا شنو وقع، واش فعلا هو اللي طيح الناس في الواد، ولا كانوا الحفاري، ولا وقع شي خلل تقني في الحافلة. وكاين واحد المبدأ في القانون يقول لك ودي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أنا فاش شفتهم دغيا دخلوه للحبس عرفت ودي بانهم غادي يقتلوه، وذلك ما حصل. البارح اعلن عن موت سائق الحافله. علاش قتلوا سائق الحافله؟ حتى لا يخرج معطيات جديده تثبت تورط نظام حضاره الجزائر في كوارث الحافلات في الزريبه، اللي من المعروف حاليا بطبيعه الحال بانه ما كاينش قطع الغيار، ما كاينش البنوات، ما كاينش العجلات، ما كاينش العديد من الامور. فبالتالي لا كان هو غادي يدوز واحد المده من السجن وفي السجن وغادي يخرج، كان غادي يخرج وغادي يعلن على الحقيقه ديال اشنو وقع. فبالتالي الحقيقه ديال ما حصل هو تهديد لنظام حضاره الجزائر، فمن الطبيعي ان يقتلوه، خصوصا في السرعه ديال المحاكمه. ماشي المحاكمه، ما دارولوش محاكمه كاع، صافي دغيا دخلوه للحبس ودغيا قال لك ودي صافي راه توصلنا. مع العلم ان هكذا حوادث التحقيق فيها كتاخذ واحد المده اللي هي طويله، راه ما يمكنلكش تجي وتحقق في واحد الفاجعه اللي وقعات غير هكاك. خصك تعرف التفاصيل ديال الحافله شنو وقع فيها، البنيه التحتيه والجسر واش فيه شي مشكل، الحاجز هذاك اللي كيفصل الطريق على الحافه ديال السقوط في الوقت، خصك تعرف واش صحيح شاد في بلاصتو ولا ما شاد في بلاصتو. خصك تحقق مع الركاب، تحقق مع السائق، تحقق مع كل شيء، عاد ديك الساعه تصدر الاحكام. لكن في زريبه الجزائر بما ان هذه الكارثه كادت ان تشعل عليهم بركان، فبالتالي دغيا خرجوا الاحكام ودغيا
انا اللي سالاو معايا وهو انهم دخلوا حتى هذاك اللي كيقطع التذاكر، حتى هذاك دخلوه للحبس. يعني هذوك الناس اللي كانوا خدامين في الحافله كلهم دخلوهم للحبس الا المسؤول الاول عن الكارثه اللي هو نظام حضاره الجزائر. لان شكون اللي وقف الاستيراد؟ واش مول الحافله ولا السائق؟ ماشي مول الحافله وماشي السائق. اللي وقف الاستيراد ولا وقف استيراد العجلات والقطع ديال الغيار هو نظام حضاره الجزائر. اذا بما ان نظام حضاره الجزائر هو اللي وقف الاستيراد، وعلاش وقف الاستيراد؟ لان الفلوس ما كاينش. فين مشات الفلوس؟ صرفت على البوليزاريو. اذا من يتحمل المسؤوليه؟ نظام حضاره الجزائر وشنقريحه مباشره. فبالتالي شنقريحه صفاها مع السائق، خلاوه المهم دخلوه للحبس وخلاو الناس حتى ينساو شي شويه وفعلوا فعلتهم. لان شنقريحه معروف عليه هذه الافعال. شنقريحه معروف عليه انه هو اللي قتل قايد صالح بالمناسبه، هو اللي قام باغتيال القايد صالح. قام باغتيال القايد صالح واصبح مكانه. هذه مساله معروفه، قصه معروفه ومعلومات ديالها مسربه ومؤكده تريليون في المئه. خصوصا وان القائد صالح كان يحضر لسجن تبون، كان يحضر لإقالة تبون وإدخاله للسجن. فتبون زرب عليه قبل ما يدخلوا للحبس وقبل ما يصيفطوا للتقاعد، لأن كان غادي يحيلوا للتقاعد ومن بعد غادي يدخلوا للسجن. فبالتالي هذه الأفعال معروفة على شنقريحة. ليس هذا فحسب. إلا قريتوا واحد الكتاب ديال الحبيب السويدية، واحد الكتاب اللي سميتو الحرب القادرة على ما أعتقد، على ما اعتقد سميتو الحرب القادره، بغيت نتاكد، غادي تخلوني نتاكد. آه الحرب القادره، نعم، ديال الحبيب السويديه هو هذاك. نعم نفس الكتاب. شهاده ضابط سابق في القوات الخاصه في الجيش الجزائري 1992 2000. هذا الكتاب هو كيتكلم على العشريه السوداء ديال الحبيب السويديه. نعم، هذا الكتاب خرج في 2003. هذا الكتاب ديال الحبيب السويديه شنو كيقول فيه؟ كيتكلم فيه على شنقريحه حينما كان مازال عقيد، مازال عقيد في ذاك الوقت. قال كان كيخرج في دوريه، وواحد المره تلاقى شي رجل مسن كان خارج يقضي شي غرض وخرج في حضره تجوال، فاذا بشنقريحه يقتله بدم بارد. هذا جزائري، قتلوا بدم بارد امام الجميع. وفي هذا الكتاب كذلك غادي تلقاو واحد المعلومه جد خطيره، وهو ان شنقريحه كان يفتعل الحرائق في العشريه السوداء، كان يفتعل الحرائق ديال الغابات في العشريه السوداء. فبالتالي هذه الافعال ديال الاغتيال والقتل، قتل الناس ابرياء وما الى ذلك، ليست بافعال غريبه على شنقريحه، وكان يقوم بذلك وما زال يقوم بذلك الى يومنا هذا، افعال الاغتيال والقتل وما الى ذلك من هذه الامور. فبالتالي لا تستغربوا اذا سمعتم بانه قتل سائق الحافله اللي طاحت في واد الحراج، حتى لا تخرج الحقيقه، لان الحقيقه اذا خرجت بطبيعه الحال، والحقيقه معروفه وكاين الناس اللي ما كيقدروش انهم يهضروا عليها. كاين الجانب ديال البوصبعيه اللي كيدافعوا على شنقريحه، وكاين وحدين اخرين اللي هما خايفين ما كيقدروش يجاهروا بالحقيقه. الحقيقه التي تقول بان الجزائر تغرق. البلاد اللي كتوقف ليها الاستيراد ديال العجلات هذه بلاد كتغرق. البلاد اللي ما قدرش تجيب ليها الادوات المدرسيه هذه بلاد كتغرق، وهذه هي الحقيقه. فبالتالي هم يريدون التستر عن الازمات الداخليه، حتى وان كان ذلك يعني قتل الابرياء وادخالهم للسجن، وهذه افعال معروفه على نظام حضاره الجزائر. فعلى كل، الان البارح السائق ديال الحافله مات، فبالتالي ها هما يطمسون الادله التي تثبت تورط نظام حضاره الجزائر في كوارث البنيه التحتيه ووسائل النقل العموميه اللي كاينه في زرابه الجزائر. وحنا شفنا العديد والعديد والعديد من الفيديوهات، شفنا العديد من الفيديوهات والتوثيقات اللي كتبين الحاله الكارثيه التي هي عليها الحافلات في الجزائر، وكيفاش بردعوا البوصبعي باش انه يسكت شي شويه وما بقاش يهضر على هذه القضيه هذه. قال لك اودي بان تبون امر باستيراد 10000 حافله، 10000 حافله، بمعنى اخر 21 ولا 30% ديال الانتاج العالمي ديال الحافلات خصو يمشي للجزائر، لان الحافلات راه ماشي بحال السيارات. الحافلات لا يتم صناعتها بالملايين، الحافلات العدد ديال الصناعه ديالها راه محدود. منين غادي يجيبوا 10000 حافله؟ بالله عليكم من غادي يجيبوها؟
شحال هو الانتاج السنوي ديال الحافلات في السنه؟ كي غادي يديروا انهم يجيبوا هذا العدد هذا؟ راه نفس القضيه ديال مليون راس غنم، مليون حولي غادي يجيبوه لهم في العيد الكبير. حنا تبعنا الحساب، حنا شدينا الكالكولاتريس، شدينا الاله الحاسبه وبدينا كنحسبوا، وحسبنا الاعلانات ديالهم هما. قال لك غادي يجيبوا مليون راس غنم، فاش بدينا كنحسبوا ديك الارقام اللي كيعطيوها هما لقينا يلا وصلوا واحد 200,000. تخيلوا معايا، شوفوا الفرق ما بين 200,000 ومليون. 800,000 ما جابوهاش. جابوا ديك 200,000 صوروها، داروا بها البروباغاند، داروا بها المشاهد، صوروا بها المشاهد اللي بغاو هما، وبردعوا البوصبعي يضحكوا عليهم وزادوا في حالاتهم. هذه هي زريبة الجزائر يا الاخوه، هذه هي زريبة الجزائر. هكذا يتعاملون في زريبة الجزائر. سائق حافله تقطع به الفران ولا وقع عليه شي حاجه، لقى الحفره. وبالمناسبه راه الصور راهي كاينه الصور ديال الحفاري في الجسر، وكاينه الصور ديال هذاك السياج اللي هو راشي، لكنهم يريدون طمس الادله، وهذا الشيء معروف عندهم في زريبه، المعروف عليها عندهم هذه القضيه هذه. فطبيعي جدا انكم تسمعوا شنقريحه قام باغتيال وقتل، لان سهله السائق ديال الحافله دغيا دخلوه الحبس، سهله انهم يقتلوه في الحبس، اسهلوا الامور عندهم هما تما. وهذه هي زريبه الجزائر ايها المتابعون الكرام. فهذا الشيء اللي كاين متابعينا الكرام، نوافقكم في المزيد من التفاصيل في قادم الفيديوهات. لا غالب الا الله، عاشت المملكه الغربيه الشريفه ولا عاش من خانها.